أهلا وسهلا بكم. المرجو الاشتراك في قناتي فضلا وليس أمرا. اليوم الاثنين وزير الدفاع الهندي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، وذلك من أجل تعزيز التعاون العسكري في مجال الصناعات الدفاعية ومجال التدريب والتعاون العسكري بين المغرب والهند. وكيتجلى التعاون بتدشين مصنع في مدينة برشيد جهة الدار البيضاء سطات، وهذا المصنع كيتعتبر أول مصنع دفاعي هندي في إفريقيا، يعني تم تدشينه بالمغرب. كيف ما كنعرفوا حنا أن المغرب دائما كيحرص على تنويع مصادر السلاح وكذلك على شركائه العسكريين عبر العالم، وبهذا المشروع طبعا غادي يخلق فرص عمل جديدة، وكذلك غيساهم في تطوير الكفاءة المحلية وتطوير الصناعة العسكرية في المغرب. وطبعا افتتاح هذا المصنع المغربي الهندي، ركزوا لي على المغربي الهندي لان غادي يخرجوا لنا الجيران وغيقول لك لا ما كانش منها يا خو. غنقولوا لهم بان هذا المصنع الجديد تم بالتعاون بين مجموعة صناعية مغربية وشركة تاتا الهندية. دابا غادي نمروا الاخبار الجاره الشرقيه اللي هي الجزائر، وحنا كنعرفوا دائما ان التحركات سواء السياسيه او الدبلوماسيه للجاره الشرقيه الجزائر دائما كتهدف فقط لضرب مصالح المغرب. كنشوفوا ايطاليا كتخلى على الغاز الجزائري، وهذه طبعا صدمه كبيره في قصر المراديه. وكنا كنعرفوا بان جورجيا ميلوني رئيسه وزراء ايطاليا قامت بزياره للجزائر، وكان ابرز الملفات هو امدادات الغاز من الجزائر الى ايطاليا. كانت هذه الزيارة سنة 2023 باش تحصل إيطاليا على المزيد من الغاز الطبيعي من الجزائر وتعزز الأمن الطاقي ديالها، وباش تقلص كذلك الامدادات الروسيه، خصوصا بعد كنا كنعرفوا شنو حصل بين روسيا واوكرانيا. وفي ديك الفتره كان عسكر قصر المراديه يقايد ايطاليا، يقايدها باش يكون عندها موقف سلبي من قضيتنا الوطنيه وهي الصحراء المغربيه. اليوم ايطاليا باش تفادى حدوث اي توتر سياسي مع الجزائر كنشوفوها كتخلى على استيراد الغاز الجزائري وكتجه الى استيراد الغاز المسال الامريكي. وكنشوفوا كيفاش اتخذت ايطاليا هذا الموقف في هذا التوقيت، وكنتسائلوا علاش اتخذت ايطاليا هذا التوقيت اللي كيتزامن مع دعم العديد من الدول الاوروبيه للمغرب فيما يخص مغربيه الصحراء. وهذا طبعا غيصدم وغيغضب العسكر الجزائري اللي دائما كان كيوظف ورقه الغاز ضد المغرب. وحنا كنتذكروا دائما وكنتذكروا جيدا في السنوات الماضيه لما الجزائر هددت اسبانيا باش تقطع علينا الغاز، في حاله قامت اسبانيا بتصدير الغاز المستورد من الجزائر وتقوم اسبانيا بتصديره الى المغرب. كذلك قاموا بقطع انبوب الغاز المار من المغرب الى اوروبا، ولكن المغرب كنعرفوا دائما انه لا يعتمد على عسكر الجزائر الغدار. المغرب عارف، لذلك كان المغرب عنده مصادر اخرى لتلبيه حاجيته من الغاز. وبهذا الموقف اللي خدات إيطاليا من المحتمل وأنا أقول أكيد أن روما ستعلن عن دعمها لمغربية الصحراء. إلى اللقاء.